بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الشعب الإريتري المناضل، تهانينا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال إريتريا. في هذه المناسبة الخالدة نرفع أسمى آيات الفخر والاعتزاز لشعب صاغ استقلاله بدمائه وكتب حريته بصبره وصموده عبر 3 عقود من النضال الأسطوري، وندعو اليوم إلى استكمال المعنى الحقيقي لهذا الاستقلال الذي انتزع ليس كهبة بل كحق تاريخي دفع ثمنه شعب بأكمله. ومن هنا يجب أن نترجم الاستقلال إلى دولة قانون راسخة ومصالحة وطنية شاملة ومسار بناء يعيد صياغة الوطن على أسس العدالة والمساواة والكرامة. وفي 24 من مايو حين يحتفل الإريتريون باستقلالهم الممتزج بالفخر والتأمل والألم، يطل هذا اليوم العظيم وسط تحديات إقليمية متصاعدة وضغوط داخلية تحقق الحاجة إلى مشروع وطني جامع يعيد للوطن توازنه ومعناه. لقد كان الاستقلال ثمرة أطول وأعظم حركات التحرر في أفريقيا، قدمنا فيها عشرات الآلاف من الشهداء، وتحملت فيها أجيال متعاقبة مرارة التشرد والفقد والمعاناة. ولم يكن ذلك النضال مجرد سعي لرفع علم أو تثبيت حدود، بل كان ثورة من أجل الكرامة والعدالة وحق الإنسان في أن يحكم بالقانون وليس بالخوف. لقد لم يبنى الاستقلال على الرموز وحدها، بل على حلم عميق بدولة عادلة يتساوى فيها المواطنون أمام القانون، ونضال ويصان فيها الحق في الاختلاف دون خوف أو إقصاء. ولم تقدم تلك التضحيات لكي يبقى الوطن منقسما أو مرهونا للانغلاق، بل لكي يولد وطن يسع الجميع. ما وراء الانقسام السياسي. ما يزال الإريتريون اليوم يعانون من جراء المنقسامات حادة في الداخل والشتات، حيث تحولت قضايا جوهرية مثل الدستور والمفقودين وملفات المعتقلين ومجموعة 15 جنرال إلى رموز استقطاب بدل أن تكون جسورا نحو التعافي الوطني. إن اختزال هذه القضايا في صراع سياسي ضيق لم ينتج سوى مزيدا من التشرذم وإطالة عمر الأزمة، بل بدل أن يفتح طريق الحل، فالمعضلة الأعمق لا تكمن في اختلاف المواقف، بل في غياب دولة القانون التي تضمن المساواة والعدالة للجميع دون استثناء. إن أي مشروع وطني لا يمكن أن ينجح ما لم تبنى الثقة بين الإريتريين أنفسهم، وما لم ينظر إلى العدالة باعتبارها حقا عاما لا ساحة للانتقام أو تصفية حسابات. أزمة العدالة وتحول الجراح إلى مسؤولية. إن غياب العدالة وتعطل الدستور واستمرار المآسي المرتبطة بالمعتقلين والمختفيين كلها ليست مجرد صفحات مؤلمة من التاريخ، بل دعوة مفتوحة لإعادة بناء وطن يقوم على المساءلة والإنصاف. فالجراحات الوطنية لا ينبغي أن تتحول إلى أدوات للتفرقة، بل إلى طاقة أخلاقية تدفع نحو المصالحة وتعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة على أساس الثقة لا الخوف. تراجع القوى الناعمة وبحث عن الاستعادة.
لقد مثل الشعب الإريتري في مرحلة التحرر نموذجا عالميا في الصمود والتضامن والانضباط والإيمان بالهدف الجماعي. كما شكلت الجاليات الإريترية في الخارج صورة مشرقة للتماسك والهوية والاعتزاز الثقافي، غير أن عقودا من الاستقطاب والخوف والانقسامات أضعفت هذا الرصيد الأخلاقي وأثرت على صورة الوطن ووحدته الداخلية والخارجية. إن استعادة القوى الناعمة ليست ترفا سياسيا، بل ضرورة لبناء مستقبل مستقر، فهي تقوم على قيم الثقة والحوار والإبداع والاحترام المتبادل، وهي أساس أي نهضة وطنية حقيقية. مسؤولية الشتات. يمتلك الإريتريون في الشتات موقعا فريدا يمكنهم من الإسهام في إعادة بناء الجسور وتعزيز ثقافة المصالحة، مستفيدين من تجاربهم في المجتمعات الديمقراطية وسيادة القانون. لكن هذه المسؤولية لا تتحقق عبر الصراع أو الاستقطاب أو الخطاب الحاد، بل عبر الإصغاء العميق وفهم الواقع الداخلي وإعادة وصل ما انقطع بين الداخل والخارج. إن التأثير الحقيقي لا يأتي من البعد، بل من القدرة على بناء الثقة ودعم التعليم المدني وتعزيز الحوار بين الأجيال وخلق مساحات آمنة للتقارب الوطني. الطريق إلى الأمام. دولة القانون. إن المصالحة الحقيقية تبدأ بالاعتراف بأن الألم مشترك، وأن الخوف والتجربة المريرة شملت الجميع دون استثناء. ومن هنا فإن بناء المستقبل يتطلب إعادة تأسيس الدولة على قاعدة واحدة: سيادة القانون. سيادة القانون تعني أن لا أحد فوق المساءلة، وأن الحقوق مكفولة بالتساوي، وأن القضاء مستقل والحرية مضمونة، والحرية مصونة، والعدالة مطلقة دون انتقام أو إقصاء. كما تعني أن الدولة تدار من أجل المواطنين لا فوقهم. إن الاستقلال لم يكن نهاية الطريق، بل بدايته، وما زال الوعد الذي حمله الشهداء ينتظر اكتماله: وطن يسوده السلام وتحكمه العدالة وتجمعه الكرامة. فليكن هذا اليوم مناسبة لتجديد العهد على المصالحة وترسيخ الوحدة وإعادة بناء ما تراجع من قوة الوطن، وصولا إلى إريتريا عادلة حرة ومتصالحة مع ذاتها. عاشت إريتريا حرة مستقلة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. سنتنا كوم 24 مايو.